مساء الخير مشاهدي ومتابعي تلجراف مصر في كل مكان. معاكم الصحفية نازلة مصطفى والصحفي أدهم منصور من قسم الحوادث. احنا في أول ظهور مع شيماء صاحبة واقعة ترند فتاة الأوبر اللي أثارت ضجة خلال اليومين اللي فاتوا، ومعانا شيماء هتحكي تفاصيل الكواليس اللي فاتت وإيه اللي حصل وإيه السبب إن يخليها تعمل إشارة زي ما هي عملت، وهتوضح الأسباب كلها. ازيك يا شيماء، عاملة إيه؟ ممكن تحكي لنا من البدايه ايه اللي حصل وايه اللي خلاكي تدي رد الفعل اللي انت اديتيه وكلنا يعني اتفاجئنا بيه؟ اول حاجه احنا لما ركبنا معاه طلبنا عادي رحله عاديه جدا وركبنا معاه وعادي جدا مفيش اي مشكله، ولما شفناه هو كان عادي، كان شخص طبيعي جدا عادي وساكت وما اتكلمش، وقلت له شغل لي التكييف شغل. فالرحله كانت لسه طويله يعني كان لسه قدامنا وقت، فعادي جدا شغلنا عادي مزيكا عادي على التسجيل وعادي جدا مش اي حاجه، هو اللي بايده اصلا معلي لنا الصوت زي ما هو عايز يعني كان يعني المواضيع ما كانت تمام مفيش حاجه. كان في ولد اصلا زمان كنا شغال معانا في العطور زمان، ولد صغير هو عنده حاجه كده زي تعبان شويه، قابلنا معاه شنط كتير، كان سايب السكن ومعاه شنط ومعاه حاجات، فقلت له تعالى معانا. طبعا معلش معاه شنط، انا ايش عرفني مثلا فيها فلوس فيها حاجه، مش هقعد مثلا اخد الشنط على حجري حاجه تضيع منها ابقى انا السبب، لا. اختي رفيعه فخليت اختي قعدت على جنب وحط الشنط وقعد على الحرف وصلناه معانا بس حته صغيره تمام. المهم بعد كده انا بقول ده بناء على ان اتقال ان كان في ولد معانا، لو كان في ولد معانا اول حاجه حتى كان زمانه اتخانق معاه، اللي هو الولد اللي كان قاعد مع اختك ورا. ده ولد صغنن، كان صغير يعني سن صغير وانتوا شفتوه بالصدفه. طبعا. فالفكره وما فيها اصلا ان احنا لما خدناه وصلناه، انا اللي قلت له جاي، قلت له تعالى معانا وصلك، قال لي هاخد ميكروباص، قلت له لا انت عشان تركب ميكروباص، كنا عند مطعم ديفيدي كنا بناكل، فقلت له انت عشان تركب ميكروباص لسه هتمشي كتير وتعالى انا اخدك معانا، وخدنا بالفعل وصلنا معانا. طب هل احنا لو كان معانا حد اول حاجه كانت حصلت مش كان زمانه اصلا اتخانق معاه؟ بالظبط. مش كان زمانه رد عليه؟ ده كان عيل صغير، واحنا اصلا يعني الولد عشان احنا ما نعرفوش فلا مش هيقف لنا في مشكله، مش هيقف لنا في حاجه، ولد صغير اكيد مش هعرضه لحاجه عندي زيه. اللي خلاني عملت كده بره العربيه الحركه اللي انت عملتيها الحركه اللي انا عملتها دي اصلا دي بناء انا كنت بتكلم مشيت خطوه فهم عمل لي كده، انا رجعت مش قادره ادي رده فعل، كان العربيه معلش مقفوله علينا، ممكن ياخدنا ويمشي، ممكن اي حاجه، ايش عرفني اصلا هو تمام. يعني انتوا كان حصل الخلاف جوه العربيه وهو قفل عليكي العربيه. فانت كنت خايفه فرد الفعل طلع منك تلقائي. انا كل اللي انا فيه ده انا كنت مش طبيعيه، انا كان جاي لي انهيار باللي حصل، ما تخيلتش كل اللي دار ده على حاجه قد كده، ما تخيلتهاش، فاكيد انا مش مجنونه، اكيد مش هعمل كده من نفسي. تمام. طب بالنسبه ان هم بيقولوا ان انت انتحلتي صفه ان انت صحفيه. انا شغاله في جريده بقالي انا شغاله في جريده بقالي فتره، مثلا ما بروحش المكتب، اشتغلت في العطور، الكارنيه بتاعي اهو الكارنيه بتاعي تمام اهو. انا ما انتحلتش شخصيه حد، انا سايبه الجريده حاليا مش شغاله معاهم في المكتب، بس انا بالفعل اليومين دول كنت راجعه تمام، ودي بطاقتي اهي. انا ما انتحلتش شخصيه حاجه، انا مش نصابه، مش هطلع دي انا بالسجل نصابه ومش هشتغل كده، ما انتحلتش شخصيه حد. وبالنسبه انا اصلا اللي طالعه بتكلم كده لان انا اتضايقت ان انا طب سبب المشكله نفسها هل عشان انتوا ما كنتوش عايزين تدوا الاجره فعلا، ولا ايه السبب الاساسي اللي يخليكم؟ بعد ما شتم وبعد كل اللي هو عمله فينا، بعد ما حاج معانا، بعد كل اللي دار منه، هو بره العربيه كان واقف اصلا، طبعا بقى خلاص احنا بقينا في وسط الناس، فكان يستفزك مثلا، يغلط فيكي مثلا اي حاجه، فيقوم واخد منك انت مثلا على حسب بقى ما انا شفت الفيديو بعد كده، يقوم واخد منك انت رد الفعل بتاعك، يعني هو اصلا مش مصور فعله، هو مصور انت بس. اكيد معلش مش هيقف راجل يقول لك هاتي اجرتي وانت تقولي مش هيقف واحد يقول لك هاتي اجرتي وانت تعملي له كده، انت مش مجنونه. يعني انت اللي اتصلتي بالنجده في الاساس، أنا اللي مش هو اللي متصل بالنجده. يعني بصي لو انا مثلا مش كويسه، او لو انا مثلا زي ما اتشافت اصلا هعمل كده، هتصل بالنجده ليه؟ لا ده انا كنت جنب بيتي، ده انا هتصل باخويا بقى، هتصل باهلي، هعمل اسوي، انا ما عملتش كل ده، انا كان الموضوع معايا بسيط جدا، انا كنت شايفاه اصلا مش مشكله بالنسبه لي في الاول. انت قلتي المشكله ان خلاص هياخد اجرته هيمشي وخلاص مفيش اي بس هو لما غلط ولما حصل كده اكيد معلش انا بنت واقفه وهو شاب مختلف عني وكقوه وكاي حاجه، معلش انا حيلتي مثلا لساني هرد بيه، ما كانش حيلتي حاجه ثانيه ارد بيه، اي بنت مكاني كانت هتعمل كده، ويمكن كمان كانت تعمل اكتر من كده. انا ما وقفتش قلت له يا ابن كذا زي ما هو قال، ما وقفتش عملت زي ما هو عمل، يعني انت ما طلعش منك اي الفاظ، والحركه اللي حصلت منك كانت حال دي انا رديتها له، هو حصل كده فانا قمت رديتها له، مش ازيد. ايوه يعني انا دي حتى لو بصيتي على اللقطه انا رجعت له، انا كنت مشيت خطوه ورجعت، رجعتي دي انا كنت رديتها له ان هو عملها لي،
واللي خلاني عملت كل ده صممت اروح القسم. يعني انا ما انا في الفيديو ظهر وانا بقول له هديكي فلوسك في القسم، هل لو انا عارفه نفسي ان انا غلطانه هقول له هديكي فلوسك في القسم؟ اكيد مش هعمل ده، اكيد يعني. انا كل اللي مضايقني انا طالعه معاكي لسبب واحد بس، ان انا متضايقه ان اي طفل صغير، لان انا مش حد وحش، انا اسالي عني عادي كده. تعتذر يعني. انا بعتذر، انا طالعه اعتذر ان انا اتشفت كده، ان انا حقي بعدين في حق وفي حقوق وفي كل حاجه. والولد كلمني، والولد بعد ما طلعنا من النيابه اعتذر لي وقال لي ما كانش قصدي يحصل كل ده، وانا وهو الحمد لله خلاص كمان هنتنازل لبعض والموضوع كله خلصان. الولد نفسه ما كانش متخيل الموضوع هيوصل لكده، هو حس، قال لي انا عندي اخوات، هو حس بالموقف، قال لي انا عملت يعني هو فهم غلطته وانت فهمتي غلطتك. الفكره هم فين الناس هي اللي كبرت الموضوع قوي، الموضوع مش كبير اصلا. هو طبعا هم الناس كبروا الموضوع بسبب الاشاره اللي صدرت منك اللي هي ما كانتش مقصوده. صغير قوي هو الموضوع ده، اولا هو مش مقصود، هو ردة فعل. انا مش هقف اكيد اشتمه بمامته، مش هقف اعمل كده. انا ردة فعل، هو عمل لي كده فانا قمت ردها له. بس اي حد في اي مشكله في وقت غضب بيحصل منه كتير. معلش يعني هم سابوا كل حاجه مسكوا على الحركه دي. البنات في الشارع لما بيعملوا مشاكل بيحصل منهم اكتر من كده، الاطفال كل الناس جم على الحركه دي خلاص. الدنيا كلها خربت على الحركه دي، خلاص بقت شيماء ترند مصر خلاص. يعني خلاص سابوا الناس الظالمه وسابوا كل حاجه، سابوا كل حاجه في العائله ومسكوا فيا انا. يعني انت دلوقتي انا صريح بتتصالحوا هتصالحنا عادي انا والولد ان شاء الله عادي، هنتنازل لبعض. وانا طالعه بعتذر للمره المليون لاي طفل اول حاجه شافني، او اي طفل. انا اسفه انا اسفه اي طفل شافني، اي بنت شافتني، اي حد من صحابي اللي عارفين شيماء ايه شافوا شيماء كده ممكن يكونوا اتصدموا مثلا ايه شيماء اللي عملت ده او كده. يا جماعه انا اسفه بجد. هو انت فعلا بعد الفيديو اللي هو نزل اتصلت بيه هددتيه زي ما الناس قالت؟ انا واحنا خارجين او بعيدا عن اي كلام يعني، انا ما اتصلتش وما هددتوش يعني. طب حتى لو هددته احنا كنا لسه على باب الاسم مثلا او اي كان ما دخلش ليه؟ طب احنا بالنسبه لبعض كنا متصالحين، فعادي هو غلط انا غلطت، احنا الاثنين عادي اعتذرنا لبعض. الناس كبرت الموضوع بطريقه كبيره. طب هتختمي كلامك بايه؟ اول حاجه انا اسفه، الاعتذار مش غلط، بالعكس ما بينزلش من قيمه البني ادم ابدا. يعني لما اعتذر عن غلط صدر مني انا بالعكس ما نزلتش من قيمتي، انا مبسوطه. انا اسفه اي طفل او اي بنت شافتني او اي حد شافني زي بابايا او اي حد زي مامتي شافني غلط، انا مش كده بجد بجد بجد. انا اسفه بجد. بس انتوا حطوا نفسكم مكاني، او اي بنت شافتني او اي بنت دخلت على اللايف او اي شاب شافني، شوفني اختي اتحطت في موقف مع ولد وهي لوحدها وكانت بالليل، ومعلش هي في الاول وفي الاخر البنت ضعيفه، مش بايديها حاجه كقوه، ممكن لسانها ممكن ايا كان، هي ردت فعل تحس حتى بينها وبين نفسها ان هي دافعت عن نفسها. مش معناها يعني لو البنت اصلا مش كويسه على فكره مش هتقف تعمل كده. عادي كنت ممكن بقى لو انا واحده مؤذيه او لو انا واحده وحشه كنت عادي ممكن اصور العربيه اعمل اسوي واذيه. انا ما باذيش حد لان ما كانش في بالي. يعني انت بعد ما الصلح خلص رنيت عليه وقلت له ان انت فاكر كده الموضوع خلص؟ ده ما صدرش منك، يعني انت بتنفي ده صح؟ طب بعد ما هو نزل الفيديو، بعد ما انتوا خلاص اتصالحتوا وانت بتقولي انت قلتي ان هو نزل فيديو، انت قلتي نزل الفيديو مع ان انتوا خلاص ان كان شرطكم ان هو عشان الصلح يحصل وكل حاجه تحصل الفيديو يتمسح، فطبعا انتوا اتصدمتوا. انا طبعا اتصدمت لما هو نزل فيديو. هو ذات نفسه اصلا اتصدم، هو نفسه اتصدم من اللي حصل بالفيديو، الولد نفسه اتصدم. يعني لما اتكلمنا بعد ما طلعنا من النيابه قعدت اتكلمت انا وهو، قعد يقول لي حقك عليا انا مش قصدي، انا بجد ما كانش قصدي، انا بجد المفروض انا كمان كراجل ومش كبرت الموضوع كده، انه خلاص خدنا حقي، انت رديتي وانا رديت واحنا يعني هو اعترف بغلطه وانت اعترفتي بغلطك الناس هي مكبره الموضوع كله خلصان اصلا. على فكره الموضوع صغير جدا، الموضوع عادي جدا بيحصل بين الاطفال، بيحصل بين اخوات، الاخوات بيتخانقوا مع بعض، شيطان، هو الموضوع كله عباره عن شيطان دخل. تمام. انا بتاسف للناس كلها وسواق الاوبر نفسه، لان طبعا اكيد بعد ما اتكلمنا امبارح خلاص هو زي اخويا، بقول لك ما تزعلش مني يا محمد، زي ما اتفقنا امبارح احنا اخوات مفيش اي مشكله. شكرا ليكي.